يوم 21 يونيو في مصر، تحديدا في محافظة قنا مركز فرشوط، تقرر تقتل 3 من ولادها بسم كلاب. وده كله عشان ايه؟ عشان خاطر علاقة غلط، عشان خاطر رغبة كانت هي عايزاها، وقررت تنهي حياة ولادها ال3 عشان خاطر علاقة. في بيت بسيط من بيوت الصعيد كان في 3 أولاد قاعدين مع مامتهم، وفجأة مامتهم قررت تعمل لهم عصير. بس كان عصير غير أي عصير، كان عصير من اللي هو بيجيب بالآخر ده، اللي هو تشربه وخلاص كده. كان عصير عليه سم كلاب، ودي كانت آخر حاجة الولاد يشربوها، وبعدها ما بقوش موجودين. ايه اللي حصل بالظبط وايه التفاصيل؟ خليكم معايا. بيت زي اي بيت كان ماشي طبيعي في مركز فرشوط، محافظة القنا في مصر. اب بيشتغل وام و3 اطفال، ضحكتهم كانت مالية البيت. بس اللي محدش كان يعرفه ان الام كانت عايشة حياة تانية خالص لمزاجها، لرغباتها، وده كان مخليها دايما عندها رغبة للتخلص من بيتها، سواء جوزها أو أطفالها. وفجأة قررت تعمل الأم فجأة بقت شايفة إن أولادها عبء عليها، وقررت إن هي تنهي حياتهم وتتخلص منهم خالص. في يوم اتفقت مع الشخص اللي هي كانت في علاقة معاه، وهو بالمناسبة كان شغال سواق. في يوم جاب لها سم كلاب، والهدف ان هي تتخلص من جوزها ومن ال3 اطفال ولادها. وفي يوم قررت تعمل عصير مانجا، ندت اولادها ال3 وادت لكل واحد كوباية، وهي ثابتة ما تهزتش، مش ندمانة من اللي بتعمله، ما فكرتش لحظة تتراجع على اللي هي بتعمله، وادت لكل واحد من ولادها كوباية عصير فيه سم علشان تموتهم. شرب الأولاد وهم عندهم ثقة إن الكوباية دي من أمهم اللي هي عمرها ما هتأذيهم. ولكن المفاجأة إن بعد دقايق بدأ يظهر تأثير السم على الأطفال. بسرعة نقلوهم على المستشفى، لكن في دقايق أول ما وصلوا المستشفى حياتهم انتهت وفرقوا الحياة. طبعا الأم المجرمة بدأت تمثل دور الأم المكسورة اللي قلبها هيموت على عيالها، وقالت لهم في المستشفى إن هم أكيد أكلوا حاجة مش كويسة. مرة تقول لهم أصل هم أكلوا بطيخ وطلع مسمم، ومرة تقول إن هم أكلوا فسيخ وطلع مسمم. ولما سألوها أنت ما أكلتيش معاهم ليه؟ قالت عشان أنا أصلا ما بحبش الفسيخ وماليش فيه. من حسن الحظ إن جوزها لحقوه واستحمل السم ده شوية، دخل في غيبوبة لعدة أيام ولكن فاق منها في الآخر. لكن طبعا هنا يجي دور الطب الشرعي. الطب الشرعي أول ما فحص الأطفال أكد على وجود سم في الأكل، وأكد على وجود مادة سامة في جسم الأطفال دي. وهنا بدأت التحقيقات، وتحت الضغط اعترفت الأم بكل حاجة هي عملتها. طبعا الخبر نزل ومصر كلها عرفت الخبر، والشعب المصري كله اتصدم من اللي سمعه، وكان عندهم سؤال واحد بس: ازاي تعمل كده في أولادها؟ ومن التحقيقات اعترفت الأم إن هي كانت عندها الرغبة في التخلص من جوزها و3 أطفال ليها بسبب إن هي كانت على علاقة بواحد، والواحد ده في يوم جاب لها سم كلاب علشان تتخلص من جوزها ومن أطفالها، عشان طبعا يخلالهم الجو ويعرفوا يعيشوا مع بعض في الحرام. في نهاية القصة دي عايز أقول إن كل بيت جواه فيه حكاية، ودي كانت حكاية زوجة خاينة ومجرمة قدرت تخون جوزها وتقتل ولادها علشان خاطر علاقة غلط، علشان خاطر كيفها ومزاجها. الغريب إنك ممكن تشوف إنسان بيقتل ولاده علشان خاطر علاقة غلط، لكن عمرك ما هتشوف حيوان بيقتل ولاده عشان علاقة زي دي.
لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك، شير، اشتراك. سلام.